خايف من بكرة؟ شايل هم رزقك أو مرعوب تفقد حد غالي عليك؟ والقلق واكل قلبك ومنشف ريقك؟ المشكلة إن الخوف من المجهول بيسرق منك ضحكة النهاردة وروحانية الأيام دي. بنقعد نخرج أفلام رعب في خيالنا عن سيناريوهات بكرة السودة، وبنفضل عايشين في ضغط عصبي يهد الحيل. والحقيقة اللي تريح بالك هي إن الدراسات بتقول إن 90% من الحاجات اللي بنخاف منها مش بتحصل أصلا. فإحنا بنضيع عمرنا في حروب وهمية. في كتالوج أمنية بنتعلم إن علاج القلق كله في اسم الله الوكيل. التوكل مش معناه إنك تكسل، لأ، معناه إنك تعمل اللي تقدر عليه وترمي حمولك وتسلم الدركسيون اللي بيدبر الأمر من السما للأرض. تأكد إن اللطيف بيسوق ليك الخير من سكك ما تتخيلهاش، وممكن يمنع عنك حاجة انت فاكرها خير وهي في الحقيقة كانت هتوجعك. طول ما السفينة في ايد ربنا ما تخافش من الموج مهما عالي، لأن اللي شق البحر الموسى أرحم بيك من نفسك. عيش النهاردة في حدود يومك، وسيب بكرة للي كفلهولك. سيب بكرة للي خلقك وارتاح. ولو محتاج رسالة دافية تطمن قلبك كل يوم، تابعنا.